السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متتبعي الكرام، مرحبا بكم جميعا. غادي نوريكم واحد العرض ديال واحد الأرض 1000 متر، جات في النواحي ديال فاس، عين شكاك. منطقة فلاحية، في نفس الوقت الهوا نقي. اللي بغا يبني فيلا ولا يعني بتي فيرما بتي فيلا، شي حاجة زوينة في الهوا نقي. الثمن ديالها ثمن مناسب كما كتشاهدوا معنا. فيها 9 ديال الزيتونات، فيها شوية د الكرموس و المهم بعض الفواكه أخرى. كما كتشاهدوا معايا في الصورة، تبعوا معايا الفيديو حتى الآخر وغادي تشوفوا اشنو على ما كتوصل. الماء موجود، كلشي موجود. الطريق راه ديالها حتى المكان. هانتوما الشجر ديالها تبارك الله كيعطي، هو والد دابا الزيتون ديالها. السكان راهم حداها، يعني قراب ليها كما كتشاهدوا. بالنسبة للمساحة راه كتبدا من هاد العلامة، غادي تشاهدوا معايا هادي العلامة اللي فيها البوطو أبيض، حتى اللفان ديال باش كاين السياج. المهم هاي الجار باين تما، الجار الآخر أونفاز قدام، الجار الآخر فالتاي دايرة بالجيران. وكاين السكان ناس طيبين مزيانين، كلشي ترونكيل، يعني الهواء نقي، الطبيعة الناس مزيانين، يعني سكنة معتبرة اللي كيعشق الطبيعة كما كتشاهدوا بعدا. داير بها السياج كلها. شوفوا العلامة الأخرى اللي كتربط ما بينها وبين العلامة اللي معلمة باليد، هو الحدود ديالها 1000 متر. يعني اللي بغا يبني فيها سكن 100 متر أو 120 200، راه تجي سكنة معتبرة. هانتوما البلاصة اللي خاوية هي فين يمكن تجي اللي بغا يبني فيها السكنة ديالو. دخلة الجيران سواء بغا يدخل شوية نخليو بحال السباس ديالو، بغا يبني على الحيط راه يبني كيما بحالو بحال الناس السوق. هادي اللي بغا ياخدها كاملة الثمن ديالها في الخاص، اتصلوا بنا على الواتساب والأرقام الهواتف ديالنا اللي في الديسكريبشن. عليه جنب زوين تبارك الله، الزيتون كيعطي تماما. هاد العلامة الأخرى من تما حتى العلامة الأخرى اللي بغينا في البداية. الكرموس على ما أعتقد جوج ديال الكرموسات فيها فواكه أخرى. أخرى
حتى الوقت. بطبيعة الحال المسجد والسوق راه قريب ليها، السوق والمسجد قريب، كاينة مساحة فيها تقريبا حتى ل200 اللي بغا يبني دار كبيرة يبنيها، بغا يبني بحال يبني واحد يبني راه كل طريقته الخاصة، راه ميسر الحمد لله، ميسر لواحد الدرجة. يعني هاد الاستفسارات الأخرى ميمكنش نقولوها هنا في الفيديو، حتى اللي مهتم يتواصل معنا وغادي إن شاء الله نشرحو عليه جميع التفاصيل كلها. نتوما كما كتشاهدو معنا الطريق غادية لها، رغم أن كما كتشاهدو لا بيست، ولكن ترونكيل مزيانة نقية. والجيران كلهم مزيانين، كلشي داخل سوق خمسون، الحمد لله عايشين بخير، عايشين فواحد الأمن وأمان وواحد الجو نقي. كما كتشاهدو حتى كتخرج كتبقاو تابعينا بس حتى كنخرجو للشانطي، يعني الطريق الرئيسية ديال أيت ولال. يعني كتبعد على الشداد تقريبا 3 كيلومتر. بالنسبة للمسجد راه قريب، يعبد الله المسجد مهم، والسوق يعني المرافق الأساسية، المرافق العمومية الأساسية راه كاينة. وهذه بالنسبة لعشاق الطبيعة سكنة معتبرة. بالنسبة للناس اللي مهتمين بالمكان، الناس الحكمة حتى إلا بغاو يتشاركو فيها شي وحدين وبغاو ياخدو كل واحد المساحة صغيرة، فراه غادي يكون الثمن حتى هو مناسب. مرحبا بالجميع. تبارك الله. هاد الخبز هذا يعني فلاحة تبارك الله عالية. حتى بالنسبة للسكنة الجو نقي والناس الأمان، ناس مزيانين، ناس الجود والكرم كيما معروف على المغاربة كاملين الحمد لله. هذا فخر كنعتز به وكنفتخر به. وهذه هي الطريق الرئيسية اللي هربنا عليها. مرحبا بالجميع، متنساوناش بالتشجيعات ديالكم باش ان شاء الله نبقاو مستمرين، واللي مشتركش يقوم بالاشتراك وتفعيل الجرس. الروابط كلها غتلقاوها في الديسكريبشن تحت أسفل الفيديو، بالنسبة لإنستغرام، فيسبوك، وتيك توك، يوتيوب كذلك نفس الاسم. معكم محمد من وكالة هلال العقار والاستثمار، يحييكم. شكرا لتتبعكم. هذه المكان ديال السوق الأسبوعي هو هذا.
تقريبا قسمين، 10 دقائق. هذه هي المسافة. وقريبة كذلك الحي الصناعي المعروف الجديد. يعني هذه عندها مستقبل صراحةً لكي يفهم في الاستثمار. ومرحبا بالجميع، تحياتي لكم.